منطقة العوامرة تعتبر من بين أهم المناطق الفلاحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث توفر سنويا كميات مهمة من الخضر والحبوب بالإضافة إلى توت الأرض. وتعتبر البطاطس من بين أهم المزروعات التي تنتجها المنطقة، والتي وصلت مع حلول شهر مارس مراحلها الأخيرة قبل الجني. كاين فارينة، كاين بطاطا، كاين الشعير، وكاين الفريس وصافي. هذه هنا عند الفلاحة هنايا. البطاطا المهم الدواء السقا، المهم كل مرة وشنا، المهم هي خصك ديما معاه، المهم ضروري من الشتاء ديالهم بحال الطفل الصغير. فلاحو المنطقة اعتمدوا بالدرجة الأولى هذه السنة على السقي لتعويض ندرة المياه التي تسببت فيها قلة الأمطار، هاجس يؤرق بال الفلاحين كل سنة في ظل غلاء الأسمدة والأدوية. كنا نعطيو هاد الدواء يومين، لأن هاد الفلاحة ولات كتطلب الصير بزاف. الشغل كلش غالي، البون غالي، لانكري غالي، الزريعة غالية. المهم هاد الفلاحة عندنا، هاد الفلاحة تاع دابا خصك ديما تبقى خاشي يدك في الجي. بالرغم من كل الصعوبات والمعيقات، يتشبت معظم الفلاحين بمنطقة العوامرة بأرضهم وبمنتوجهم الفلاحي الذي يعتبر من بين أهم المنتوجات الوطنية كما وجودة.